احب اقول لك ان دكتور التخدير ده يعني أيوة. اكتر واحد أيوة. بيخاف عليك اكتر من والدتك. ازاي؟ شوف انت بقى دي. ازاي؟ الوحيد اللي هيبقى بيشوفك واكل ولا مش واكل، ايه ده فعلا؟ ومتدفي ولا سقعان. هيبقى قلقان عليك في تصدق العمليه دي فعلا اكتر من من اي الحاجات حد فيهم. اكتر من اللي بيعمل عمليه ذات نفسه. اللي عامل عمليه مش دعوه بيك اصلا، ولا دعوه بالحته اللي هو شغال فيها، لكن انت نفسك وامورك عامله ايه ده بتاع التخدير على طول. دكتور احمد ابو صيار صاحبي، حبيبي اهلا بيك معانا في بودكاست بالعيادة. اهلا بيك يا محمد، وحشني كتير. والله انت ليك وحشه، ما حدش بيشوفك. حبيبي انا عايز يعني انا مش عارف الحلقه دي المفروض تكون مختلفه. اكيد انت يعني انا مش عارف شغلانه التخدير دي محتاجه لها دكتور اصلا يعني. دبلوم معهد تخدير. يعني الموضوع ده يعني محتاج دكتوره يعني فعلا يعني. طب بتاع التخدير ده بيتفتح له عياده؟ يعني انت عندك عياده، بتفتحوا لكم عيادات؟ لا احنا بنروح التخدير عشان ما نفتحش عيادات. بس هو عموما كجد يعني التخصص ينفع تفتح عياده اسمها عياده علاج ألم. ده احنا ماجستير بتاعنا بيبقى تخدير وعنايه مركزه وعلاج ألم، فنقدر ان احنا نفتح العياده لو تخصصنا. التخصص ده اصلا جديد في السوق، يعني انا بدات اقابل فعلا دكاتره علاج هو ألم. يعني جديد علينا ممكن هنا في يعني في منوفيه في الوقت دوت، لكن لا والله لا، في ناس كتيره متخصصه فيه من زمان من فتره طويله، بس هو يمكن مش منتشر قوي ما بين الناس، الثقافه مش منتشره قوي يعني، او ما حدش بيعمل ريفيرال عليه كتير، تحويلات عليه كتير يعني. طيب دكتور احمد عرفنا بيك تعريف صح. انا احمد ابو صيار، انا مدرس مساعد تخدير في جامعه المنوفيه، بس مش حاجه تانية. البساطه والتواضع اللي احنا. لا حقيقة مش حاجه تانية. ايه اللي خلاك تختار تخصص التخدير؟ يعني تخصصات كانت هتقلب كتير. المواجع بقى. لا يعني اشمعنى التخصص ده؟ طيب هو انا وقت ما اخترت التخدير ده انت عارف كنت انا طالع بقى من اتحاد الطلبه، كنت رئيس اتحاد الجامعه، وكان في شويه انشطه طلابيه كده وتطوعيه موجوده، فكنت شويه شايف الحياه بره المستشفى، فكنت بختار اي تخصص تقريبا يعني يبعدني عن جو المستشفى شويه. في تخصصات عندنا بره ميديكال، يعني مثلا اشعه ملوش عياده، تحاليل له حاجه معينه بيعملها وبيكون اوت اوف، يعني ملوش علاقه بالعيان قوي. فوقتها سبحان الله يعني هو النصيب جه في التخدير، لان ده كان بوزيشن موجود في الجامعه، وانا كنت حابب ان انا اتخصصه علشان يعني له وقت معين، وبره الوقت ده انا مش مركز في عياده، او مش مركز في ان انا اعمل دعايه لنفسي كدكتور، او ان انا ابتدي ابني علاقه مع العيان واعمل براندنج لنفسي والكلام ده كله. لا انا ما كنت حابب ابعد عن ده شويه، يمكن ده ساعتها كانت الثقافه اللي عندي، بما اني كنت بقى يعني اتحاد طلبه وانشطه تطوعيه والكلام ده كله، فكنت شايف الموضوع من بره المستشفى اكتر. احنا كان لينا شغل برضو في صناع سنين يعني. احنا عملنا ايه في صناع؟ انا متربي في عمل تطوعي في صناع الحياه، انا داخل في 2010. عملت كل حاجه في صناع الحياه، عملنا المحو الاميه، عملنا الجامعه، مسكت بقى، ده انا كنت عضو مجلس اداره وكنت مدير تنفيذي للجمعيه فتره لا عمل صناع اللي ربطني كعمل تطوعي. بس يمكن يعني انتهى شويه في حته العلاقه كمناصب اداريه في الجمعيه، لكن العلاقه مع الناس طبعا مستمره، والناس كلها اخواتي يعني. لكن مناصب اداريه انتهت تقريبا في 2015. كنت بقى خلاص وقت عضو مجلس اداره، كان في تجديد نصفي وطلعت بقى في وقتها. بس لكن لا، صناع كعمل تطوعي في الوقت دوت، تعرف بقى وقت 2010 و2011 والكلام دوت، كنا لا ما شاء الله يعني اشتغلت معاهم فترة طويلة. طب انا عايز اعرف اصلا ليه التخدير تخصص منفصل؟ ليه الدكتور اللي بيعمل عملية ما يبنكش هو يعني الجراح؟ طيب هو انت سؤالك يا خليني اقعد اشكر في التخصص. اشكر يا حابب اعمل كده، انت صاحبي، ما خد راحتك يا جدع فيه. لا التخدير مهم جدا، التخدير العيان بيبقى في رقبتك ومعاك على طول من اول ما دخل لحد انت اخر واحد تخرج معاه. التخدير سواء كان يعني انت داخل تعمل عمليه، الجراح مختص بالمكان الجرح، يعني هيعمل العمليه في المكان ما، لكن باقي العيان كله مع التخدير، سواء كان علاماته الحيويه، ضغطه، نبضه، اكسجين، التغذيه بتاعته، كل حاجه، كل العلامات الحيويه اللي مطلوبه للانسان نفسه. لا بتبقى دي مسؤوليه طبيب التخدير اصلا، ان هو يخش سليم ويخش كويس وما يحسش بحاجه لحد ما يخرج خالص بنفس العلامات الحيويه اللي هو يكون موجود فيها. دي المهمه الاساسيه بتاع دكتور التخدير. هي النقطه اللي انا برضو يعني محتاج ان الناس تفهمها، ان النوليدج اللي عند دكتور التخدير مش موجوده عند بقيه الاطباء في التخصصات التانية. اللي حضرتك دارس
حاجات او متعلم حاجات ملهاش علاقه بالتخصصات التانية. ايوه طبعا، لا احنا عندنا ماجستير منفصل ودكتوراه منفصله لا بالظبط. الموضوع علم لوحده تماما ومالوش علاقه. يعني احنا الطب كله منفذ على بعضه، ده ما فيهوش كلام. يعني انا وانا بخضر لدكتور انف واذن اكيد انا عارف في العمليه اللي بيعمل فيها، وهو نفس الكلام عنده برضو معلومه على اللي انا خدرت بيه، نفس الكلام في العظام، نفس الكلام في المسالك، نفس الكلام في الجراحه. فدي حاجات كومن مشتركه ما بيننا. فلكن لا، هو علم لوحده، دكتوراه لوحدها وقسم لوحده. واحنا مع كل التخصصات دي بتكون فاهم في عنف برضو في الجزء اللي هم بيشتغلوا فيه، بحيث تكون مدي العيان الجرعه المناسبه ومحافظ عليه وفاهم شويه احنا داخلين على ايه. هو كله بلاننج برضو، احنا داخلين على عمليه ممكن فيها نزيف اكتر فنبقى محضرين حاجات اكتر، داخلين على عمليه فيها وقت طويل فكنا محضرين بلان للتخدير بتاعتنا بشكل افضل. لا الموضوع كبير يعني، احنا مش هنقعد ده كله ندرس. يعني احنا مش زي الافلام كده حد يجيب منديل كده الارض تتخدر يا ريت ده وتنام والله. والموضوع كده، او حاجه ترش في الجو كده فالناس تنام. يعني هو الحاجات دي يعني سينما بس فالid يعني. والله لا، في الاطفال ممكن بنستخدم حاجات شبه كده اوبن ماسك وبتاع، بس لا هي الحاجات دي سينمائيه اكتر طبعا. كانت في زمان حاجه اسمها الاثير، يعني بيبنجوا من خلالها، بس لا بيقعد فتره طويله قوي على ما مش زي الافلام كده. لا مش زي الافلام طبعا. دمرت السينما انت في الحته دي. طيب انا عايز اعرف في تخدير موضعي، تخدير كلي، تخدير جزئي، ايه انواع التخدير اللي انتوا بتستخدموها في العمليات وبتختلف على اساس ايه؟ ماشي، هو في بنج كلي عادي اللي الناس عارفاه، وفي بنج بقى مش هنقول موضوعي قد بنج جزئي بنسميه الريجونال ده بيشمل كل حاجه. البنج نصفي اللي الناس عارفاه وبتخاف منه، ما اعرفش بتخاف منه ليه، مش حقنه الظهر موضوع عادي يعني. الموضوع ما بيتعمل في كل بلاد العالم ومكتوب في الكتب وحتى دكاتره التخدير نفسهم لو هتتبنج عمليه بيطلبوا بنج نصفي عادي. موضوع انا عارفه ان الدكتور بيحب يبنج نصفي، ما يحبش يبنج كلي ما دام الحاله ما تستدعيش. مسؤوليه بتقل والخطوره بتقل يعني. والله لا، هي خطوره واحده ما فيهاش كلام. اي بنج عندنا نفس الخطوره على فكره. يعني اللي بينام بنج نصفي بيكون نفس خطوره البنج الكلي بالظبط. ما فيش فيها معلومه مهمه، بس الناس يعني مش فاهمه ده على فكره خالص. هو لا، احنا بنتطلب ان احنا نعمل زي الكونسلنج ده مع كل عين يخش. وهو فعلا في يعني في سمعه سيئه شويه عن بنج النصفي، ما اعرفش يعني لها اسباب معينه الناس بتخاف منها، يمكن عشان بتحس انها هتبقى صاحيه جوه العمليه فهتشوف رعب ازاي انا هيحصل الجرح ده وانا موجود. بس طبعا ده يعني ما بيحصلش فيه مهدئات بياخدها جوه العمليه، في ما بيبقاش حاسس بحاجه بالفعل. هو بس مش بيبقى مصدق انه مش هيحس حاجه. يعني انا ازاي ابقى صاحي وازاي مش هحس؟ يعني انت بتضحك عليا اكيد. فلكن لا، لما بيعيش التجربه الموضوع بيبقى الى حد ما ان شاء الله كويس. يعني اكيد دي عمليه، فاكيد موضوع التجربه مش تبقى في الحته بتاعتي يعني. كويس يعني انا كتخدير ان شاء الله بتبقى كويسه يعني. تفتكر موقف صعب مريت مع حاله فيه قبل كده؟ لا يعني انا عايز دراما، يعني هات لي اصعب موقف ممكن ما تنساهوش. الموضوع اكيد مواقف كتير صعبه، مش موقف سهل. احنا في الجامعه يعني شفنا كتير. اي حوادث في الدنيا كلها في المحافظه كلها بتبقى عندنا يعني. فلا مواقف صعبه كتير. يمكن اصعبهم يعني طبعا بيبقى له علاقه بالاطفال والحوادث. كان في يمكن طفله والله وقت الفجر ولا حاجه، للاسف والدها وهو بيركن عمر سنتين او 3 سنين تقريبا، للاسف داس عليها ومن ورا. فالموضوع كان صعب جدا، ويعني اشتغلنا عليها فتره طويله. قعدنا مثلا في العمليات يمكن 7 ساعات او 8 ساعات، يمكن اكتر كمان. ربنا كتب لها النجاة. الحمد لله. بعدين ربنا قعد في العناية فتره طويله طبعا، بس ربنا نجاها الحمد لله. بس كان موقف بقى يعني مش دراما. لا ده كان دراما فعلا، مأساة بقى. انت يعني في جاني وفي مجني عليه وفي تيم كامل شغال لا الموضوع كان صعب حقيقي يعني. هل في مرة جيت تبنك حد وما تبنكش؟ ده صحي. ده كتير. طب يعني احكي لي اطرف موقف ممكن يكون عدى عليك يعني، وازاي اصلا يعني ليه ما بيتبنكش؟ مش طريف بالنسبة لك يعني، ولا بالنسبة له ولا بالنسبة للجراح. مش حاجة. لا بيبقى لها عوامل كتير يعني. حتى في بيبرز كتب كتير بسبب على الموضوع ده. ممكن الدواء نفسه وتخزينه بيبقى فيه مشكلة. ممكن ايدك نفسها كان فيها يعني خطأ ما وانت بتحقن. هو عادي الموضوع ما بيضرش العيان ولا بيضر حد. انت بتعيد بتزود الجرعة دي اوفر دوز يعني مش اوفر دوز بقى. ما انت هو ما بنكش، هو مش اوفر دوز اصلا. هو كده خد الدوز بتاعته.
فلا الموضوع بيحصل كتير هي كمان. الدوز اصلا بتتحدد ازاي بقى؟ يعني رؤيتك كده انت داخل بقى معايا بقى في ما احنا في العياده انت بس عشان مش متعود مفيش عياده، لكن احنا عندنا عياده. لا هو جرعات حسب الوزن، مم. على حسب الطول، مم. على حسب العمليه لو نفسها، طويل قوي ياخد جرعه على زياده. على حسب ايوه البنج نصفي بيتحدد كتير كده. على حسب العمليه نفسها مكانها فين، على حسب الوقت بتاع العمليه، على حسب السبلمنت بقى اللي هنديها مع يعني. دي حاجات انت بتكون بكتر الممارسه بقيت عارف السبيكس الثابته ما بتاعت دي مذاكره بقى اللي انت كنت سألني عليها في الاول. برافو شطور. ده الماستر اللي بناخده، الدكتوراه. والممارسه طبعا شغلك. على فكره برضو الموضوع في الطب عموما مش ماستر ودكتوراه، هو براكتس يعني. لازم تشتغل، ما ينفعش تاخده من البيت وتقول انا معايا ماجستير ودكتوراه انا راجل اقدر اخدر ولا اقدر اشتغل ولا حتى افتح عياده ولا اي حاجه من كده. لا، لازم تتمرن في مستشفى وتشتغل، ومش عايز اقول يطلع عينك شويه وتتبهدل وتتعلم علشان الموضوع تبقى شفت اكبر منك بيتعامل ازاي وتعامل مع الموضوع ازاي. عندنا السينيورتي دي اكتر من الجيش يعني. لها مساوئها طبعا اللي كتير حكوا عنها، ولا ومميزاتها ان انت بتبقى مسؤول، انت عارف العيان ده مسؤوليتك ولازم تشتغل عليه بشكل معين وبالتزام معين وبحدود معينة وتيجي على نفسك في حاجات كتير. انت تعبان مش مهم. كان لازمتها ايه بقى؟ ده ما كنا احنا ناخد حاجه كلينيكال ونفتح عياده ونبقى شغالين في الامان. ما هو الكلينيك، ما هو ده كلينيك. نتعامل مع عيان في العياده كده، نديله بريسكريبشن ويروح يخف ولا يغير له نوع دواء بتاع. بص، كل تخصص له مميزات وعيوب. عشان بس الناس اللي بتحدد تخصصها جديد وسامعانا، ما فيش حد بياخد كل حاجه. كل تخصص عنده الحته الحلوه اللي بيحبها، وفي الحته اللي هي لا كان نفسه يروح لها. فما فيش حته حد هتقعد معاه اللي هو يعني راضي عن تخصصه 100%. لا، في ناس بتبقى حابه تشتغل بايديها قوي قوي، وده حاسه ان ده الكويس. وفي ناس لا، حابه انها ما تبعد عن دوت وتتعامل مع العيان في العياده وتتناقش معاه في مرضه وتعيش معاه. في ناس حابه تبعد عن ده خالص زي ما انا حكيت لك في الاول، وتكون قابلك في اوضه العمليات ابنج وتنام. مش هتشوفني غير وانا في اوضه العمليات، غير كده لا. بس فموضوع يعني لا، كل حاجه لها عيبها وميزتها وعيبها يعني. دكتور احمد بقى بتاع التخدير، والناس ما تعرفش ان هو من زمان اصلا بتاع عمل تطوعي، اتحاد جامعه، مستشفى يمكن بعيده عني في موضوع ما يعرفوش. صناع، مش كل الميديكال فيلد يعرف صناع. اتحاد الجامعه وصناع ده زمان، ودلوقتي في تكية الخير. ولو آية. عايز ابدا معاك الاول من ولو آية، واعرف منك هي ولو آية اللي جت الاول فعلا. هي احنا كنا وقت الكورونا وكنا حابين نعمل زي برايفت سيشنز اونلاين، تحفيظ قرآن. انا كنت عايش التجربة دي كحد عايز يحفظ قرآن، وللاسف كان الموضوع بعيد عني، انا مش عارف اروح جامع او مش عارف انتظم في وقت حكم الشغل بقى والمستشفى والحياة بتاعتك عموما يعني. فجات لنا الفكرة من هنا ان احنا محتاجين بنعمل زي 1-to-1 سيشن تحفيظ قرآن. فكرت في الموضوع الاول ان هو يبقى بيزنس وعشان يتقلد يعني. فاهم انت لما بتبقى حاجه بتكسب، مش عايز اقول يعني ان ناس كتير بتبقى حابه تقلدها. فده كان نيتي في الاول يعني. بس بعد كده لا، حبيت ان الموضوع يبقى كله فور نون بروفيت، مفيش مكسب من ورا خالص، اي عائد بيجي من وراه بيخش في المبادره نفسها. الحمد لله احنا بقى لنا دلوقتي 4 سنين اهوت، علمنا تقريبا او حفظ معانا تقريبا حوالي 7000 حد. شغالين الحمد لله اونلاين بشكل كويس جدا. من المبادرة من الحاجات الكتير اللي بحب ان انا اشتغل فيها ونقعد فيها نتكلم، لان تحس انك عملت حاجة حلوة يعني، فرحان بيها يعني. لا انا احب بقى اتكلم عن تكية الخير. انا بحب تكية الخير. بتحب التكية يعني انا بحب التكية. انا يعني احد المتطوعين في التكية يعني. بس انا عايز اتكلم معاك انت كاحد المؤسسين. ايه هي تكية الخير؟ هي زي اي حاجة في الدنيا بتيجي صدفة، تمام يعني. زي ما كلمتك عن ولو آية، التكية برضو جاية صدفة تماما يعني. احنا كنا قاعدين حوالين المستشفى عادي زي اي يوم يعني، وحد كان بيتكلم يعني انت ايه ده، انت جاي تاكل معانا ده في التكية ومش عارف ايه. فالموضوع جالنا، كنا انا والاثنين المؤسسين زمايلي باشمهندسين يعني، 2 باشمهندسين محمود. قلنا طب ما نعمل حاجة زي كده يعني. المشكلة ما نعمل حاجة مطعم موجود او مطبخ اللي حابب يجي ياكل فيه ياكل. طبعا انا لو حاسب الموضوع صح كأرقام عمري ما هعمله، خلينا متفقين على ده يعني. لان انت بتتكلم في مثلا لو 100 وجبة في اليوم، 100 وجبة دي بتتكلم في 5000 جنيه في اليوم، 150,000 جنيه في الشهر. رقم تبرعات ضخم جدا جدا، مستحيل اعرف اوفيه، وبالذات في التوقيت اللي بدأ فيه توقيت صعب.
ده توقيت ساعتها يعني بنتكلم في الوجبه ب 40 جنيه والدنيا تمام. بس سبحان الله يعني ربنا يعني في حاجات معينه ما بتشوفهاش في الاول عشان تكمل في الموضوع، وسبحان الله الموضوع بيكمل يعني. الحمد لله دلوقتي برضو احنا بقالنا 3 سنين، عدد ضخم من الوجبات طلع لنا، يعني مش ابديتد بالرقم بقى لان ما شاء الله احنا فتحنا اكتر من مركز كمان. احنا بقى عندنا اكتر من مطبخ في اكتر من مركز، 6 مراكز موجودين. في رمضان بنشتغل كل يوم، في باقي احنا في رمضان بنعمل ريكوردات، انا فاكر ريكوردات. 36,000 وجبه في الشهر، 30,000 وجبه في الشهر بالظبط. عموما في بره رمضان احنا بنشتغل 3 ايام في الاسبوع تقريبا، اليوم بنعمل فيه 200 او 300 وجبه الحمد لله وشكر لله. على فكره المستشفى والجامعه هي اللي مساعداني على ده جدا، معظم الزمايلنا الموجودين هم القائمين بالموضوع يعني، كتر خيرهم ان شاء الله، جزاهم الله خير يعني. حابين الموضوع، حابين فكره طعم الطعام، الخير موجود بشكل جامد. بس عايز مبادره بس مش انا اكتر فعلا يعني. بحب اتكتي خير، لان فكره يعني انتم ما كلمتوني من سنتين او حاجه زي كده، انت معانا من الاول يا حمد. فكره اطعام الطعام دي حاجه عمل خيري مش له مساحه اهتمام بالظبط. يعني احنا بنعمل خير كتير، عندنا جمعيات مشهوره بتعمل خير بملايين فعلا، مشروعاتهم قائمه على الارض. فكره ان انا اعمل وجبه سخنه وطازه تروح لحد يتسد جوعه، واهم حاجه الجوده، وتروح للمستحقين يعني الناس البسيطه اللي في الشارع محتاجه لهم. ناس فاكره انا لما كنا بنلف على الاسر اللي في الجامعه وفي القصر نديهم حاجه كانت فعلا عظيمه الحمد لله. انا بس مهتم بيها. انا بس هراجعك في حته المستحقين. هو اطعام الطعام عموما ككونسبت لاي حد بالظبط. فكره التكيه هي تكيه احنا فاهمينها غلط. ايوه بالظبط. بس هي التكيه عشان هي بتاعت اي حد واي حد ياكل واحنا لسه الحلم يعني موجود ان هي تبقى تكيه مفتوحه كل يوم لاي حد عايز ياكل ان شاء الله. ربنا يعني اللي وصلنا لده دلوقتي هيخلينا ان شاء الله سنتين 3 ونوصل لده بشكل قوي يعني باذن الله. التكيه من الحتة اللي انا بحبها، وبحب برضو اجتماعاتها جدا وان احنا نعمل حاجات فيها كويسه، لان انا بشوف في عيون الناس اللي بتتبرع حتى تبقى حابه جدا الموضوع يا جماعه احنا بنقبل التبرعات عادي. طبعا الحمد لله كل حاجه بقى بقيت اراعيها بقى في ترخيص وجوده وحتى شهادات صحيه والكلام ده، بحيث الموضوع يبقى ماشي مظبوط في كل الاتجاهات. مش شرط خير بس فالخير يبقى ماشي بالحب يعني. لا الحمد لله بنحاول اللي انت اتعلمته بقى ودرسته بتحاول تطبقه في حاجات كتيره من اللي انت بتعمله في الخير يعني. فاهمني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول انا لا عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس، حبب الخير اليهم وحببهم الى الخير واولئك هم الناجون من النار. فانت بتبقى املك الوحيد بس انك تبقى من الناس اللي شايفاك كده بس مش اكتر يعني. فالحمد لله التكامل الناس من الحاجات اللي بتفرح الواحد وهو بيشغل فيها يعني. برضو يعني بعيدا بقى عن الدكتورة أحمد، له دراسات إدارية وكورسات أنا عارف إن هو بيدرسها. أنا عايز أعرف أنت بتعلم. هو أنا أخدت وأنا كمني برضو زي ما قلت لك كنت يعني رئيس اتحاد طلبة الجامعة وقعدت فترة طويلة يعني، فيمكن ده كان موريني شوية بره الطب، ده خلاني شوية أطلع، والعمل التطوعي برضو ساعدني في ده. فحبيت وقتها ان انا ادرس في جامعه امريكيه، درست اداره مستشفيات، درست في المعهد الامريكي برضو جوده واداره مستشفيات، درست في اسلاسكا فاينانس فور نون فاينانسنج ماليات يعني، وشويه بقى حاجات تانية. وكنت حابب ان انا ادرسها بحكم يعني علاقتي شويه بالاداره، ان انا حابب ان يكون ليا ابقى فاهم الموضوع ماشي ازاي ساينتفكلي. اللي بيخش الجامعه واللي بيخش كارير الطب بيعرف ان كل حاجه مش بالحب، فانت لازم تبقى عارف الكتاب بيقول ايه زي ما بيقولوا يعني. فبس كنت حابب الموضوع يتاخد كنوليدج، وفي نفس الوقت في حاجات كتيره محتاجه سيرتيفيكت فتبقى موجوده برضو معاك تثبت ان انت اخدت ده. بس برضو النوليدج اللي الواحد اخدها من بره كانترنت واونلاين كورسز وكده كانت بتبقى اهم اصلا يعني، وقراءاتك انت او اطلاعك في الموضوع كان بيبقى اهم، وضاف للواحد كتير في حاجات حتى لها علاقه زي ما اتكلمنا في التكيه وفولو ايه وحاجات تانية كتير يعني اشتغلنا فيها بتفيد جدا يعني. مفيش حاجه بالحب بتمشي كده، لكن لا لازم يكون فيها دراسه 1+1=2 والكلام ده كله بتفرق معاك جدا يعني. انا عايز اسالك بقى السؤال ده تبقى اجابته مضحكه انا عارف، ازاي بنقدر ننظم وقتنا ونجمع ما بين العمل الطبي والعمل التطوعي وكمان في اذر بزنس يعني. انا عارف برضه في حاجات تانية كمان تبقى بروفيت بقى مش نون بروفيت، ازاي احنا بنقدر نعمل الثلاثه مع بعض؟ طيب هو انا انسان مش منظم اصلا. دي شهاده جميله الصراحه، حلوه برضه يعني مفيش كلام يعني. هو اكيد مفيش تنظيم يعني، ما في حاجات كتيره جدا بصراحه داخله في بعض. انت عارف انت في اوقات بتيجي بتحل المشكله. هو تقريبا ده الكونسيبت اللي ماشي بقالي سنتين. يعني احنا بايه الموضوع بيفضل في حته معينه شغال فيه
في حته تانية بتقع فتروح تلحق انزل اعمل الصيانه وامشي. تنزل بالظبط. فلا طبعا الموضوع جاي على حاجات كدكتور تخدير بتشتغل من كام لكام اصلا؟ لا ده ملهاش مواعيد. دي دعابه. دي من اصلا من بيكلموني. ايوه بالظبط. ودي من الحاجات اللي عيب كبير في التخصص، ما انت مالكش مواعيد تماما ومش اكسبتد ان يبقى لك مواعيد. ولما انا بحب انام بدري واصحى بدري، دي يعني اضحوكه بالنسبه لزمايلي الجراحين. اللي هو يعني انا بحب انام بدري. لا انت اللي انت بتقوله ده يعني ده منطقي يا ابني، انت هتعيش بالكلام ده. فانا الموضوع تنظيم الوقت ده طبعا جاي فيه على عيلتي واسرتي ومراتي بشكل كبير والعيال وكل يعني ربنا يكون في عونهم يعني بصراحه. الموضوع يعني لا عطفت معاك على فكره. ما انت ذكرت الحاجات اللي احنا شغالين فيها ما شاء الله يعني ما فيهاش تنظيم وقت. انا مش هقول لك بقى دكتور احمد، اقول احمد ابو صيار. شايف نفسك فيك خاصي؟ لا احمد بيطمح لايه في السنين اللي جايه؟ والله بص احنا يعني من ساعه ما اتخرجت او من ساعه ما خدت الماستر ويعني في شويه حاجات نازله فوق راسك خارجيه وداخليه، فتقريبا ما بقتش اخطط غير سنه بسنه يعني او 6 شهور ب6 شهور عشان ربنا يسترها. ابديتس بالظبط. يعني انت يعني انا خدت الماستر في 2019 يا دوب على ما ابتدينا نقول ايه في عزل وفي كورونا، ادي رقم 1. ابتديت تقدم شويه بقى في حرب وفي دولار وفي تعويم وبتاع. السفر عمره ما كان في دماغي، وكنت انا من الناس اللي ضد فكره السفر جدا. انا بالنسبه لي القعده اقابلك كده وبتاع ونعمل خير في البلد والكلام ده بالدنيا يعني. طبعا دلوقتي اكيد الخطط اختلفت واكيد في كلام كتير اختلف. لا ما شايف نفسي فين دي. انا شايف بامانه يعني الاهم في ده ان الخير اللي بنعمله يكتر. هو ده الهدف. ده بركه ربنا. ده بركه ربنا اللي هتدينا بركه في الاختيار بقى والقرار وقتها، وده اللي ربنا هيكرمنا بيه. والله يعني انا حاسس القعده حلوه يعني. يعني انا فرحان بنا. لو في اسئله نزود، انا مش عايز حابب يعني. مش حابب اسيب انطباع بس النظام لا مش موجود. حبيني انا حلو قوي ده كده حلوين قوي كده. انبسطت جدا والله بوجودك معانا. والله وانا كمان. دكتور احمد ابو صيار، دكتور التخدير الانسان. حبيبي يا محمد، وشرف ليا والله. فرحان جدا نورت بودكاست في العالم ده. ربنا يوفقك ان شاء الله وتبقى كده من اعلى البودكاستات باذن الله. ميرسي، ربنا يخليك يا باشا. يا محمد شكرا جدا. كنا معاكم في حلقه جديده من بودكاست في العاده. استنونا في الحلقات اللي جايه، هيكون معانا دكاتره في تخصصات جديده ومعلومات اكتر. سلام.